هنعمل مع بعض النهاردة بإذن الله أحلى ملوخية خضرة في البيت. هنبدأ من أول تقطيفها لحد ما نوصل للقوام الجميل ده، كمان ازاي نفرزها، وهنعمل رز بشعرية وفراخ محمرة، الأكلة المفضلة عند الكل صغيرين وكبار. يلا على طول نبدأ ونشوف عملناها ازاي. بس قبل ما نبدأ متنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير لو عجبكم. اول حاجه الملوخيه بتاعتي تكون طازه لسه صبحه كده وطريه، الورق بتاعها طري وفريش زي ما انتوا شايفين كده. هنقطفها وناخد جزء من العيدان بتاعتها، لو العود طري واخضر وجميل كده بناخده، لو ناشف طبعا مش هناخده. وننقي الورق كده، الورقه اللي مش تمام بنسيبها على جنب، والورق الاخضر السليم الجميل بننقيه كله. خلاص بننقي طبعا كل الكمية نقطفها، وبعدين بقى تحت الحنفية في الحوض ونبدأ بقى نغسل في الملوخية بتاعتنا. ممكن مثلا نغسلها 5 6 7 مرات لحد ما المية بتاعتها تبقى صافية ومظبوطة تمام. بنملى المية عليها كده ونفضل نقلب فيها ندعكها كويس عشان تنزل كل الأتربة وكل الحاجات اللي عليها، تتغسل كويس جدا. وبعدين نصفيها ونرجع نغير عليها المية تاني، ونكرر العملية دي زي ما بقول لكم 5 6 مرات لحد ما الملوخية تنضف تماما والمية بتاعتها تبقى صافية تمام. بشيلها بقى من المية بتاعتها وبعدين بصفيها في مصفى عادية، او لو عندك المجفف بتاع الخضار بنشغله نجففها بيه وتبقى جميلة. وزي ما انتم شايفين كده انا مش عندي المجفف، انا حطيتها في مصفى ونشفت بالشكل ده. بعدين بجيب بقى اي فوطة نضيفة او قماشة قطن، بفردها عليها بالشكل ده كده لحد ما تنشف تماما، ما يبقاش عليها ميه، عشان لو فرمتي الملوخية وعليها مية بتعمل ريم كده على وش الملوخية في الآخر، مش بيبقى لطيف. وكمان لو هنخزنها بنحتاج ننشفها كويس جدا. خلاص كده الملوخية نشفت كويس جدا، بشيلها بقى بجمعها كده على بعض عشان ما تنشفش زيادة عن اللزوم وتدبل معايا والورق ينشف. خلاص بغطيها كويس بالكيس البلاستيك وبحطها جنبي على مكان بقية الخطوات تمام. في حالة بقى ان انا عايزة اخزن الملوخية بجيب كيس كبير من البلاستيك وبفرد فيه الملوخية بتاعتي على قد ما اقدر بسمك رقيق جدا. فطبعا محتاجين ان الكيس يكون حجمه كبير عشان ياخد كمية الملوخية اللي هتستعمليها على قد الطبخة، او ممكن نستعمل كيسين مثلا ماشي. المهم ان احنا نفرد الملوخية كويس جدا بالشكل ده كده، ونخرج الهواء برضو كويس جدا جدا، ونقفل الكيس. في اكياس من اللي هي بتبقى بتتقفل كده دي جميلة برضو، بتبقى حلوة في التخزين. فطبعا الطريقة اللي تريحك، في طرق كتير طبعا لحفظ الملوخية بس دي جميلة جدا. ليه بقى؟ هتخرجيها في ثواني زي ما هي مش بتفك، بتضربيها في الكبة تنزلي بيها في الشوربة على طول، تبقى جاهزة معاكي، بتطلع خضرة وجميلة اكنها فريش. طبعا دي حاجة سريعة كده. هغطيه بقى زي ما بقول لكم الورق واسيبه واروح اكمل بقية الخطوات. في حلة على النار نزلت بالمية بتاعتي، عليها بصلة والبهارات، حبهان وفلفل اسمر وورق لورا. انا مش بحب الملوخية يكون فيها بهارات كتير، هو البصل والفلفل الاسمر وورق لورا، وكمان نستغنى عن الحبهان. بتبقى جميلة جدا لما البهارات بتاعتها تبقى بسيطة وخفيفة كده. خلاص انا دلوقتي الفرخة بتاعتي بتغلي، المية بتغلي اهي كذا، غلت شوية ومفيش اي ريم طلع على الوش. لو في حالة ان في ريم طلع بنشيله بالمعلقة ونسيب الفرخة بقى تغلي براحتها، تستوي كده على حرارة وسط، وما بغطيش الحلة قوي عشان خاطر ما تعملش معايا ريم وبرضو الفرخة ما تتهريش. هسيب بقى الفرخة تستوي براحتها وهروح احضر الرز بشعرية. في حلة كده نزلت بشوية زيت حلوين، 3 4 معالق كبار من الزيت، وبعدين بنزل بالشعرية حوالي كوباية من الشعرية مثلا. بفضل اقلب باستمرار لحد ما اللون بتاعها يبقى ذهبي كده وجميل. بنزل بمعلقة كبيرة بقى من الزبدة عشان لو حطيت الزبدة من الاول هتتحرق. خلاص كده الزبدة اتحمرت معايا، كمان هنزل بقى بكوبايتين من الرز. يعني كوباية الشعرية بحط لها كوبايتين من الرز، زودوا انتوا بقى الكمية طبعا او اظبطوا الكمية حسب الاسرة بتاعتكم. وبعدين بنشوح كده الرز مع الشعرية كويس جدا وبنحط له الملح، الكمية المناسبة طبعا لكمية الرز بتاعنا. بنقلب الرز كويس مع الشعرية بحيث الرز يتغلف كده بالمادة الدهنية ويبقى مفلفل وجميل معانا. بنزل بقى بالمية بتاعتي او الشوربة حسب ما بتحبوا، ممكن نزود كمان مرق الدجاج.
بقلب الرز وبشوف المية مظبوطة ولا لأ. حوالي 2 سنتي كده فوق الرز بتبقى مظبوطة وبتطلع مفلفلة وجميلة والرز مستوي وجميل. الملح بتاعنا بقى بنظبطه، بندوق المية كده ونشوف. لا المفروض بتبقى حادقة سنة عشان الطعم يطلع مظبوط، بنحدق سنة الملح. هنغطي الرز ونسيبه يغلي. اول ما يبدأ يغلي بنهدي النار تماما ونسيبه يستوي على نار هادية، بياخد حوالي تلت ساعة. في الوقت ده بقى الفرخة بتاعتي خلاص استوت، والرز فاضله مثلا 5 دقايق كده ويتشرب ونطفي عليه. بنروح بقى نفرم الملوخية في الكبة. ولو هنعمل الملوخية بالمخرطة لا، هنحتاج قبل كده بشوية نقعد نخرطها. لكن لو هنستعمل الكبة خلاص في الوقت ده زي ما قلت لكم الرز فاضله 5 دقايق ولا حاجة ونطفي عليه، نروح نفرمها بقى في الكبة. بتدينا نتيجة جميلة جدا وسريعة وزيها زي المخرطة. بس طبعا الطريقة اللي تفضلوها بتشتغلوا بيها. انا احيانا برضو في اوقات كده بحب اعملها بالمخرطة، بتدي احساس تاني كده وطعم تاني. بس طبعا الفكرة في الكبة انها بتنجز معانا. هنفرمها بقى كويس في الكبة، وكل شوية كده بنرفع الغطا ونديها تقليبة بالمعلقة عشان نساعد الكبة انها تفرمها لنا كويس وتبقى متساوية وكلها ناعمة ومظبوطة وجميلة. وحاولوا تنعموها، ما تسيبوهاش خشنة عشان تبقى مظبوطة معاكم في الشوربة وجميلة. خلاص دلوقتي بقى هنحضر التوم بتاعنا. شوية توم حلوين كده، حوالي راس من التوم ولا حاجة، عليها معلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة، ده اساسي طبعا. والشطة الحمراء حتة صغيرة، مش مثلا القرن كله ولا حاجة. ومش شرط، انا اللي انا مسويها دي على فكرة مش حراقة، يعني مش شرط انها تكون حراقة، بس الحمراء بتدي طعم جميل. وممكن برضو لو الخضرة موجودة، يعني حسب المتاح طبعا. خلاص هرستها ناعم كده كويس جدا، هسيبها جنبي بقى. خلاص كده الفرخة استوت وبقت تمام. نرفعها من على الشوربة عشان خاطر ما تتهريش مننا وقوامها يبقى مش مظبوط. برفعها زي ما انتوا شايفين، والشوربة بتاعتي رايقة وجميلة وتحفة. واحلى حاجة في شوربة الملوخية انها تكون بهاراتها بسيطة. الرز كمان استوى ومفلفل وطعمه جميل جدا وريحته تجنن. خلاص في الوقت ده بقى هكمل بقية تحضير الملوخية. هنزل بالملوخية في الحلة الاول، مش هحطها على الشوربه عشان اقدر اظبط قوام الملوخيه. هنزل عليها بقى بالشوربه بالتدريج. مهم جدا ان الشوربه تكون بتغلي في الوقت ده وسخنه جدا، واحنا حاطين الحله على النار، ونبدا بقى ننزل بالشوربه واحده واحده لحد ما نظبط القوام بتاعها، عشان ما تبقاش خفيفه مننا ونقدر نتحكم فيها. فنحط الملوخيه هي الاول في الحله ونزود عليها الشوربه بالتدريج لحد ما نوصل للقوام اللي نفضله نوقف. تمام. وبرضو في الوقت ده انا بحط لها معلقه صغيره كده من الثوم يغلي معاها او يبقى معاها في الشوربه، بتدي طعم جميل جدا. معلقه الثوم النيه دي اللي انا دقها معاكم برضو في الهون. خلاص ظبطنا القوام تمام وبقينا متأكدين ان هو ده القوام اللي احنا عايزينه. ما بنسيبش الملوخية تغلي خالص. اول ما الملوخية بتاخد غلوة واحدة بنرفعها من على النار، ومش بنغطيها ابدا ابدا ابدا. ده مهم جدا معانا ان الملوخية ما تغليش كتير عشان تبقى مظبوطة، بتاخد غلوة واحدة او غلوتين. خلاص بنزل بقى بالتومة النية زي ما بقول لكم، بتدي طعم جميل جدا. وفي نفس الوقت اللي احنا شغالين فيه مع الملوخية ده بنكون جنبنا كده في الطاسة معلقة كبيرة من السمنة البلدي طبعا، او اللي تفضلوها او المتاحة. بنزل عليها بالثوم اللي احنا هرسناه، وهفضل اقلب كده على نار هاديه لحد ما لونه يبقى ذهبي اشقر فاتح كده جميل، مش غامق. ما تغمقهوش قوي عشان ما يمررش منك. وبنزل بيه على طول بقى، هو بيبقى سخن وكمان الملوخيه سخنه فبيعمل الصوت الطشه تبقى عاليه. لكن لو الملوخيه بارده وهو بارد طبعا مش هتعمل صوت تش كده ولا حاجه. فالملوخيه سخنه وهو سخن كده ونغرف بقى الملوخيه مع الرز او شعرية مع الفراخ، وكله بقى احلى رز وملوخية وشعرية. بجد انا جوعت تاني يعني. جربوا الوصفة وان شاء الله تعجبكم. ولو الفيديو عجبكم بقى ما تنسوش تعملوا له لايك وشير، واشوفكم على خير يا رب، والسلام عليكم ورحمة الله.